وانا ماشي في شارع عباس العقاد في مدينة نصر، قابلت شاب جميل جدا واقف بعربية شيك قوي، بيعمل زلابيا وافل في منتهى الجمال والشياكة والنظافة. بصراحة شاب لازم كل الناس تعرفه. وصلوا على الحبيب ويلا نتعرف على أجمل عربية وافل اسمها ديما في مدينة نصر. يلا بينا. بقى اسمك ايه؟ انت بقالك قد ايه بتعمل زلابيا بقى؟ بقالي مثلا سنة. ما شاء الله عليك. انت منين اصلا؟ من المنصورة. كنت والله؟ شغال صنايعي كريب وبيتزا الأول. اجدع ناس يا عم اهل المنصورة. منين من المنصور؟ من 100 غمر. احلى تحية ل100 غمر كلها. قول لي بقى بتعمل ايه على العربية الجميلة دي بقى؟ السلابي أهو. زلابيا ووافل. انت اللي عامل العجينة. بتجهزها فين؟ كل حاجة. كل حاجة هنا. تعملها نص سوا كده وبعدين دي نص سوا وبعدين ننزلها الزيت تاني نشفى. يلا يا معلم. انا عايز طبق سوا. ثانية الزيت يسخن. يسخن. الزيت ما شاء الله نضيف جدا. اه والله حاجة جميلة. حاجة جميلة جدا. لا جميل. قول لي اصلا انت بتدرس ايه ولا خلصت أنا ايه؟ معايا دبلوم صنايعي. دبلوم صنايع. خلصت؟ خلص بقالي سنة. ما شاء الله عليك. ربنا بقول للناس انت واقف فين بقى؟ واقف في عباس العقاد. ايوه. ده شارع عباس العقاد. شارع عباس العقاد عند عربية فينوس. عربية فينوس اهي. وفوزي واقف هنا واسمها ديمو. ديمو. ايوه بقى. حب انت الشغلانه طبعا. يعني ما فكرتش تشتغل حاجه تانية؟ لا أنا كنت شغال أصلا صنايعي كريب وبيتزا وفطير. حلو. بعدين سبت المجال دوت وحبيت أغير يعني. اشتغلت بقى زلابيا ووافل. بقالك كام سنه قلت لي؟ انا بقالي اصلا 5 سنين في مجال الاكل. هنا؟ لا هنا ما بقاليش كتير، هنا بقالي 3 شهور هنا، بس كنت شغال زلابيا بقالي سنه. معاك حد تاني ولا انت لوحدك هنا؟ معايا اخوات كبيره. اخوك كبير هنا بيقف معاك. القاهرة احسن ولا متغمر؟ لا القاهره طبعا. لا يا راجل متغمر حلوه برضه. حلوه بناسها والله. المنصوره حلوه وكل حاجه بس القاهره احلى. انت عشان انت موجود بس معايا. دي العجينه. انت في ايام ممكن تنزل ما يبقاش في بيع هنا؟ اه. بص انا كل يوم بنزل يعني وربنا الحمد لله يعني بيرضيك. ربنا يرضيك يا اخي. انما لو حتى ما فيش ما بتزعلش. لا ازعل ايه بقى، الحاجه بتاعت ربنا، الرزق بتاع ربنا. ربنا يرزقك يا اخي. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في سترة ورزقه راحة بال. في ناس عدت عليك قبل كده وما معاش فلوس وكلب؟ كتير والله. وبتدي لهم؟ ما برضاش اقول لهم حاجه. انت اللي بتبقى بكام اصلا؟ عندي من اول 20 لحد 45 بكسات. 20 و25 و30 و35. البكسات انت عندك؟ بتحط عليهم شوكليت ولا بتحط عليهم عندي ايه؟ لوتس وشوكليت ووايت شوكليت وسكر وعسل. جميل. لا ما شاء الله. بص معلم. ما شفتك انا من شويه وانت بتقطعهم بس حلو كده. خلصنا العجينه. العجينه اهو. لا ما شاء الله عليك. انا عاجبني فيك جدا النظافه بصراحه. يعني العجين نضيف جدا. بياكل بعينه قبل ما ياكل. والعربيه كمان شكلها حلو قوي بصراحه. بصوا العربيه عامله ازاي. طبعا احنا هنا في شارع عباس العقاد اهو. وتيجوا بقى جنب ماكدونالدز كده، وبعدين هو واقف عند عربيه فينوس هنا اهو. فوزي، تيجي تسالوا على فوزي يظبط لكم الدنيا. انا اصلا جدي من مدغم، من تفاهنا الاشطار. عارفها؟ تفاهنا الاشطار صح؟ اجدع ناس، احلى ناس اهل المنصوره كلهم، وبالذات مدغمر. جامعه مدغمر بقى مختص لسه كبير. عارف مين من مدغمر ده؟ الشيخ الشعراوي. غمر برضه. حبيب الارض. ما شاء الله انا بقالي كتير ما رحتش والله. بس بجد راجل محترم جدا، بيعمل حاجه شكلها نضيف جدا، ماسك المنظر بتاعه. اي حد هيعدي هنا مع عباس العقاد لازم يجي ياكل عند فوزي. ناكل بقى احلى زلابيا من معلم فوزي. ايوه بقى.
شكرا يا عمر. بتقف من الساعة كام لكام يا فوزي؟ بقف من الساعة 4 لحد الساعة 12 ونص. ربنا يسر ذوقك. هتقولي لي يا ما؟ هعمل لك شوكليت على لوتس. انت عايزه ايه؟ ماشي شوكليت على لوتس؟ ماشي. استنى عليك يا فوزي، بص شكله جامد. بص عامل ازاي؟ لا خطير. الشوكليت اهي. انا هصورك بيها بس صورة كده. طبعا بصوا الطبق بيتكلم عن نفسه غير شويه. بص ما شاء الله عليه، بص جمال الطبق وشياكته. هو الحرفه اللي عنده صنعه في ايده عمر ربنا سبحانه وتعالى ما يشوفه ابدا. ربنا يرضيك دايما ويرزقك. دي واحده بقى. كلمة لأي شاب بيقول إن مش لاقي شغل. بص اهم حاجه ان هو ينزل يسعى، وطبعا ربنا ما يعني الحمد لله اللي بيسعى ربنا دايما واقف جنبه. ربنا يا رب يكرمك يا اخي. ليه بتلاقي صعوبات وانت واقف في الشارع اكيد؟ اكيد طبعا. بس كل حاجه ما فيش حاجه بتعطلك. ربنا يا رب يوسع ما عليك. ينفعش احنا نستسلم لحاجه كده من اول مره، لازم نسعى ونجري وعشان ربنا يقف معانا دايما. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 20 سنه دلوقتي. ربنا يا رب يرزقك ويكرمك، وانا مبسوط جدا اني قابلتك والله يا فوزي. والله بجد حد محترم جدا. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي، شرفتني. انت انا اكتر والله. ربنا يبارك في عمرك. واقف حضرتك معايا. تسلم لي يا عسل. ومهما كانت صعوبات الحياة بس كلنا بنعافر وبنتعب عشان اللقمة الحلال. وده نموذج للشاب المصري المحترم المجتهد اللي بياكل لقمته بعرق جبينه، عشان ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. لازم نسعى ونتعب، والقرش الحلال ممكن يتعب ظهرك بس عمره ما يكسر عينك. اشوفكم الفيديو الجاي، وما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا لي متابعة وتدعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم.